السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله كما وعدتكم باش الام ديالي غادي تقسم معكم الوصفه ديال البسبوسه باللبن اللي يعني كتديرها لنا صراحه ملي كنا صغار، وكانت كتعجبنا بزاف، وتنتوما ان شاء الله غادي تجربوها وغادي تنال اعجابكم. انا متاكده. هذه هي البسبوسه باللبن، كتجي بحال المذاق ديالها كيجي بحال الجبن، كتجي زوينه بحال مسقيه وهي كاع ما مسقيه ما والو. بالنسبه للمكونات، هنايا غادي نحاول انني نقول لكم المكونات وكاع لي ديتاي كاملين ديال هاد البسبوسه هذه باش ان شاء الله يعني تجيكم مزيانه. بالنسبه للمكونات، غادي نحتاجو عندي هنايا نص كيلو ديال السميده الغليظه، ماشي السميده الرقيقه. عندي هنا السميده الغليظه غنحتاجو فيها نص كيلو. هاد نص كيلو غادي نحيدو منه تقريبا واحد 6 المعالق او لا، باش غنرشو بهم المول اللي غنديرو فيه هاد البسبوسه. نرشو بهم المول ونرشو بهم البسبوسه من بعد ملي نديروها في المول، كترشوها من الفوق. هنايا بالنسبه للبن غادي نحتاجو، هنا عندي اطرو ديال اللبن. بالنسبه للبن ضروري البنات يكون يعني قديم شويه، يعني ديك 3 ايام او لا من الاحسن. وداك الماء الاول اللي كيستي هاد الماء الاول اللي كيطلع ديال هاد اللبن كترميوه، والماء الثاني كتحتفظوا به ما كترميوهش، باش كيجيكم واحد المذاق في هاد البسبوسه هادي بحال المذاق ديال الاجبان، وكتجيكم كتجي فنه، كتجي زوينه هاد البسبوسه. نتمنى تجربوها. بالنسبه للخميره غنحتاجو 2 ساشيات مجموع 16 غرام، قبيصه الملح، 3 البيضات، كاس الزيت، كاس السنيده. بالنسبه للسنيده ممكن اللي كيبغيها شويه حلوه غادي يدير كاس وربع، واللي بغى يعني يحس بداك المذاق ديال الجبن هكذايا وما تجيش حلوه بزاف يكتفي يعني غير بكاس راه يعني كافي. وهنا شويه ديال الزبده اللي غندهنوا بها المول من طبيعه الحال باش ما تلصقش. هاد المكونات كلهم غادي نوضعوهم في الخلاط، يعني هكذايا باش من الاحسن ديروهم في الخلاط، يعني ديال فاش كطحنوا العصير ولا تضربوهم حتى غير يعني بالضرب اليدوي اللي ما عندوش الخلاط، غير باش تخلط لنا مزيان هاد المكونات والسميده حتى هي تضرب مزيان. هنا وضعنا اللبن هو الاول، وغنضيفوا عليه سنيده اولا السكر الخشن. كيف قلت لكم اللي بغى يضيف يزيد واحد 4 كاس سنيده، المهم على حسب الذوق. هنا غنضيفوا دوك 3 ديال البيضات. بالنسبه للبن، يعني الا كان يعني اللبن ديال العبار يكون احسن. ما كانش غادي ديروا ديال الكرتونه، ولكن ديال هذا ديال العبار كتجي به هنايا رائعه، احسن من ديال العبار، احسن من ديال يعني هذاك اللي كيتباع ديال الكرتونه راكم عارفينه. صافي هنايا راه ضفت الزيت، البيض، سنيده، ديك القبيصه ديال الملح، وغادي نضيف حتى البيكين باودر مجموع ديالهم 16 غرام. هي وصفه اللي ساهله بزاف وكتجي لذيذه وكتجي رائعه. كيف قلت لكم كتجي يعني بحال مسقيه وهي ما مسقيه ما والو، داك اللبن كيعطيها واحد الطراوه وكتجي حتى في المذاق ديالها كتجي هائله. وهنا كما كتشوفوا السميده غادي نبقى نضيفوها بالتدريج، يعني حتى نخلطوا دوك العناصر هكايا ونبقاو نضيفوا السميده بشوي بشوي حتى نكملوا ديك الكميه اللي عندنا ديال السميده. يعني بحال هكا اللي بقى ليه اللبن يعني كيقول راه حماض ولا شي حاجه، راه يدير به هاد البسبوسه راه كتجي زوينه بزاف. انا كما شفتوا كتاخذوا اي مول عندكم كدهنوه بالزبده مزيان وترشوه بالسميده. ديك السميده اللي نقصنا من داك نص كيلو هي باش غنرشوا اللاطه يعني في الاول نرشوا بها المول، وملي عاوتاني تخويو هذاك الخليط في المول كما غتشوفوا معايا
غتعاودوا ترشوا عليه عاوتاني السميده من الفوق باش هكا كتجيكم حرشه من الفوق وكتجي محمره وزوينه. صافي كتحاولوا انكم ترشوها هكذايا. وفي هذا الاثناء راه غادي تكونوا درتوا يعني الفران كيسخن. صافي وغادي تدخلوها للفران وتحمروها من التحت حتى طيب من التحت، وتحمروها عاوتاني من الفوق طياب عادي. ونتلاقاو في الشكل النهائي. وهذا هو الشكل ديال البسبوسه بعد ما طابت، وهي غتقطع لكم باش تشوفوها كي كتجي من الداخل. نتوما كما كتشوفوا راه كتجي من الداخل بحال يعني بحال مسقيه. اللي غتجربوها غادي تعرفوني علاش كنهضر. ان شاء الله تنال اعجابكم. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. نخليكم مع بعض الصور ديال الوصفات اللي سبق لي وشاركتها معكم. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.